بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. عاملين ايه؟ العيد رمضان خلص والعيد خلص والناس طالعة من رمضان والعيد زهقانين بقى ايه من السمك ومن اللحمة، وفي العيد كلوا الفسيخ والرنجة وخلاص بقى. هنعملوا بقى النهاردة أكلة ايه بالعدس أبو جبة، أكلة بتاع الزمان كانوا بيعملوها، فاحنا هنعملوها سوا كده. شايفين اهو، ده كشري من غير لا مكرونه ولا شعريه ولا اي حاجه خالص، عدس بجبه ورز وبصل محمر زي ما كانوا بيعملوه زمان. يعني الكشري الاسكندراني الاصفر بديل العدس الاصفر، العدس ابو جبه. خلاص يا حبايبي، صلوا على النبي بقى وحطوا اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عملناه ازاي بقى ده؟ رز مغسول اهو، نص كيلو رز مغسول. خلاص يا حبايبي، على كوبايه مليانه كبيره عدس بجبن. العدس ده هتسلقوه الاول، يعني مسلوق 3/4 كده، ما تسلقوهوش تهريه جامد زي ما انت شايفاه كده. 3/4 سلق. سلقناه ليه؟ عشان ناخدوا الميه بتاعته، والميه بتاعته ما تكبهاش، تخليها عشان هنحطوها للرز يستوى معاه. خلاص يا حبايبي. وبصل محمر اهو، هتقطعي البصلة جوانح كده وتحط عليها شوية دقيق وشوية ملح عشان يطلع معاكي ناشف ومخروش كده. خلاص يا حبايبي. الزيت بقى اللي حمرت فيه البصل ده برضو هناخدوه هنعمله بيه الرز، هنعمله بيه الكشري ده. اسمه كشري ابو جبة، بدل الكشري الاصفر كشري ابو جبة. خلاص يا حبايبي. ده الزيت اللي احنا حمرنا فيه ايه، حمرنا فيه البصل اهو. ما تكبهوش، حطيه كده في الحله اهو. ده حمرنا فيه البصل اهو. هتاخدي حبه من المتحمر ده، حبه من المتحمر ده تفركوهم كده بايديكي وتحطيه في الزيت كده، حبه كده وتحطيه في الزيت كده. خلاص يا حبايبي. يسخنوا بس كده مع الزيت اهو. وهتحطي بقى ايه الرز، رز مغسول ومنقوع يا حبايبي، مغسول ونعاه شويه عشان العدس مستوي 3/4 سوا. ماشي يا حبايبي. هتقلبي بقى الرز كده مع البصله مع الزيت بتاع البصل اهو. اهو واضح قدامكم اهو البصل المحمر في الزيت بتاع البصل اللي احنا عملناه بيه، حمرناه فيه اهو. حط العدس معاه اهو، كوبايه مليانه عدس بجبه على نص كيلو رز. هتسلقيه نص سلقه. ماشي يا حبايبي، او 3/4 سلقه كده اهو. تقلبوهم بقى مع بعض كده. حطوا اللايك يا حبايبي، واللي مش مشترك في القناه يشترك. كل سنه وانتم طيبين. الناس زهقت بقى من اللحمه والسمك والفراخ، وطلعوا بقى من رمضان دخلوا على الفسيخ والرنجه وزهقتوا بقى. فالحبة الكشري دول هيفوت نص عمركم لو ما عملتهمش اهو. خلاص يا حبايبي اهو. شايفين ده اللي تقلبي فيه كده مع البصل والزيت اللي متحمر فيه البصل اهو. الميه بقى اللي احنا سلقنا فيها العدس هتحطيها بقى كده، ما ترميهاش، هتحطيها اهو. ولو محتاج شويه ميه تاني
تحط ميه تاني. هو كده محتاج شويه ميه. ماشي يا حبايبي، سهل وبسيط اهو، وحاجه بسيطه، ولا شعريه ولا مكرونه، وحاجات بسيطه خالص اهي. ماشي يا حبايبي، محتاج شويه ميه، هنحط شويه ميه اهو، زي الرز بالظبط، كأنك بتعملوا رز، زي الرز بالظبط اهو، كأنك بتعملي رز، مالكيش دعوه بالعدس اهو يا حبايبي. شايفين الميه بتاعته قد عقلة الصباع، زي ما بنعمله الرز بالظبط هتعملي الميه بتاعته، ولا ليكي دعوه بالعدس ولا حاجه، عشان ما يطلعش طري مني. خلاص يا حبايبي. هتحطي بقى فيه ايه؟ شويه ملح، حط شويه كمون، عشان عدس لازم كمون، ما دام عملت عدس يبقى لازم كمون اهو. اي عدس، جيب عدس اصفر، اي عدس عملت اي حاجه لازم الكمون ده. خلاص يا حبايبي. وتسيبيه بقى ايه يستوي. تعملي جنبه ايه؟ تعملي جنبه شويه سلطه. ده الكشري ده يتعمل جنبه شويه سلطه. لو انت عايزه تعملي صلصه وتعملي له دقه، ما فيش مانع، اعملي برضو صلصه واعملي شويه دقه، وبلاش السلطه اللي يريحك. بس ده عشان هيتاكل معاه بيض، ما دام هناكله معاه بيض يبقى لازم نعمله جنبه سلطه. ده بدل الكشري الاصفر اللي هو الكشري الاسكندراني. خلاص يا حبايبي. اهو لازم السلطه جنب منه. انا بقى عشان هو ما هيستوي وياخد وقت، انا عامله شويه اهو، عامله شويه صغيرين اهو يا حبايبي، عشان ما اضيعش وقتكم واطول عليكم الفيديو. فعملت شويه صغيرين اهو، طلعوا طبقين، طبق اللي انتوا شايفينه ده، والطبق ده اهو يا حبايبي. ولا شعريه ولا مكرونه ولا اي حاجه خالص، وطعمه جميل وحلو، وهيفوت نص عمرك لو ما جربتهوش وعملتيه. واعمليه للاولاد، واعملوه غدا اهو. الناس زهقت بقى من الاكل اهو يا حبايبي. شايفين اهو، سهل وبسيط. ماشي يا حبايبي اهو. بيتاكل جنبه ايه؟ بيض مسلوق وسلطه. عايزين تعملوا صلصه وتعملوا دقه زي الكشري العادي ابو مكرونه، واعملوا اللي يريحكم، بس ده بيتاكل جنبه بيض مسلوق وشويه سلطه جنب منه اهو يا حبايبي. وما خدش مننا حاجه، وسهل وبسيط عمايله اهو يا حبايبي. ايه رايكم بقى؟ كل سنه وانتم طيبين، واعملوا الكشري ده مش هتندموا، جربوه ان شاء الله هيبقى كويس وطعمه جميل. كل سنه وانتم طيبين وتابعوني يا حبايبي، واعملوا لايك واعملوا اشتراك للي مش مشترك، وكل المشتركين بحبكم كلكم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. باي باي.